سلام غزالاتي، كي راكم دايرين؟ اليوم جيت ندير مع حباباتي كيش بالدجاج. بون بنا خواتاتي، كما راكم تشوفوا ديروا في قصعه زوج كيسان الكاس تاع ام وليد، زوج كيسان فرينه، وزيدوا مغرف ملح ماشي معمره ولا نصف مغرف ملح على حسب الذوق، ونزيدوا ملعقه صغيره تاع خميره عفوا خميره الحلويات. وزيدوا هنا البنات نصف كاس زيت، نصف. نبسوا الفرينه مليح مليح بالزيت باش لاباط ما تجيناش يابسه، تجي تتفتت، تجي هشيشه وتتفتت البنات. ومن بعد عندنا نزيدوا بيضه، ونلموا العجينه بالقليل من الماء الدافئ، كميه قليله تاع معلقه العجينه تكون مبسه، ما تكونش طريه، ما تكونش معجنه. هذه البنات العجينه سهله وناجحه في نفس الوقت، تنجح مع اي وحده البنات باسكو مقادير مضبوطه. هنا البنات كما راكم تشوفوا لميت العجينه بالبيضه وقليل من الماء، قد واحد 3 مغارف تاع ماكله ما دافي. هنا كي كملت العجينه نحطها في ساشي البنات، نخلي العجينه ترتاح وننتقل باش نحضر الحشو تاع لاكيش البنات. هنا البنات ديت في مقله، ديت ربع بصلات كبار، قشرتهم، قطعتهم الى شرائح طويله كما كتشوفوا اون لاميل، وحطيتهم البنات فوق النار. هنا البنات ما نحطش الزيت، نحط فقط الملح، نحط ملعقه صغيره او اقل تاع ملح، ونقلي البصله بدون اضافه زيت البنات. علاش البنات؟ السر هذا هو هنا باش البصله طيب لك في بالخف بسرعه. ندير الملح للبصله ونخلي هذاك الماء، هذيك الملح البنات يخلي البصله اللي تخرج الماء تاعها، مما يؤدي الى سرعه طهيها. كي نشوف البصله دبالت عاده في هذا الوقت البنات، عاده دروك نزيد الزيت. بهذه الطريقه البنات، بهذا السر البصله تتقلى وطيب بسرعه، خير ملي ندير الزيت في البدايه باش ما تقعد لناش البصله يابسه البنات. هذا هو السر. انا معتمدتها هذه الطريقه دائما البنات، ندير الملح ونقلي البصله بدون زيت، كي نشوفها دبالت عاد نزيد الزيت. في دي الحاله تخرج الماء تاعها وطيب بسرعه، ما تقعدش يابسه. نعرفوا بلي البصله شويه صعيبه باش تطيب. هنا نقلي مليح البصل تاعي، وليت هنا البنات باش لو طون اللي طيب لي البصله لافارس تاعي، جيت نحل هنا لاباط، وهنا درتها في البنات. هنايا نتوما احرار، عندك مول مضوء دائري تاع زاج ديري في تاع الزاج عادي. انا البنات هنا درت في طاجين اللي نطيبوا فيه الكسره، اللي نطيبوا فيه الخبز، درت في الطاجين ومن بعد غادي نديرها في الفرن. ما سيرتو البنات الطاجين هنا شويه جاي خشين، ما غاديش تنحرق لنا. هنا البنات في الحشو كي بعد ما كيما راكم تشوفوا دبالت البصله مليح وطابت، زدت لها الكفته تاع الدجاج البنات. هنا البنات الكميه نتوما احرار، كل واحد والمقدور تاعه. وهنا في كسرونه اخرى البنات ديت ملعقه باش غادي نوجد لاصوص بيشاميل، ديت ملعقه زبده نحطها في كسرونه على نار هادئه. كي تذوب الزبده البنات نزيد ملعقه كبيره معمره مليح تاع فرينه، ونقلي ديك الفرينه مع الزبده باش الفرينه ما تقعدش خضره البنات. نضيف الفرينه البنات ملعقه كبيره معمره، نحرك مليح.
بعد هنا البنات زدت كاس حليب. البنات هنايا تاني ملاحظه، ما عندكش كاس حليب ديري نصف كاس حليب والنصف الاخر كمليه بالماء. كما هنا البنات درت نصف كاس كونديا وزدت عليه نصف كاس تاع ماء. نحرك مليح، نحرك بالفويل البنات حتى تعقد معانا لاصوص بيشاميل. ما تشدش البنات، ما توجد تجهز بسرعه، ما تشدش اليد، خاصه كي تكون كميه قليله كيما هكا. كي تعقد لاصوص بيشاميل ننزعها، نوخرها من النار. هنا وليت الحشو تاعي البنات صاي طاب، اضفت له هنايا غير شويه فلفل اسود. هنا البنات لاصوص بيشاميل وجدت معانا، درت شويه ملح وشويه فلفل اسود. نحرك مليح. غادي نضيف هنا البنات على لاصوص بيشاميل، غادي نضيف بيضه كامله. هنا بعد ما نخليها تبرد شويه نضيف بيضه كامله، ونزيد كميه مليحه من الجبن. نزيدو كميه مليحه البنات باش لاكيش تاعنا تجي بنينه. هنا البنات الجبن نستعملوا الماركه اللي حبيتو. نحرك الكل جيدا حتى ينحل هذاك الجبن مع لاصوص بيشاميل. وهذا البيض البنات درناه غادي يخلي لاصوص بيشاميل تحمر، تزيد في الحجم، اون بليس دو سا البنات تحمر بسرعه، تعطينا داك الوجه الاحمر تاع لاكيش، يجي شباب. نحل مليح هذاك الجبن في لاصوص. هنا البنات نجيب الحشو تاعي نحطه فوق العجينه. الحشو بطبيعه الحال البنات يكون بارد، ونحطوش سخون فوق العجينه. نستف الحشو مليح، نحله في جميع السطح على سطح العجينه. كي نكمل نحل مليح الحشو، نحط فوقه لاصوص بيشاميل البنات. وهنا اللي بدات نحط لاصوص بيشاميل نوزعها على كامل السطح. كما راكم تشوفوا البنات ما بغيتش نسرع الفيديو باش تشوفوا كامل الخطوات بدقه. كي نكمل البنات انا نكون شاعله ديجا الفرن على درجه حراره تكون حتى 200 البنات. نضعها في الوسط، نخلي لاباط كي طيب البنات. كي نشوف الحواشي تاع العجينه حمار ونشعل عليها تحمر من الفوق البنات. وهي معنا البنات وصفه جاهزه كما راكم تشوفوا. الكيش تاعنا راها واجده ما شاء الله، والله البنات روعه في البنه.
تجي البنات طريه، العجينه تتفتت، الحشو معسل. والله البنات تستحق التجربه. وانا هذه وصفه معتمدتها البنات دائما. وتبغوا هذه البنات ايضا، لا حبيتوا ديروا بهذه نفس الوصفه، ديروا دي ميني كيش، سيتادير في قوالب فرديه ايضا. والله لجد وصفه رائعه وناجحه البنات. نتمنى البنات من كل قلبي تجربوها، وتخلوا لي تعليقاتكم في القناه البنات. وما تنسوش البنات اللي عجبكم الوصفه تدعمونا بلايك واشتراك في القناه البنات، باذن الله ان شاء الله البنات. ونتلاقاو البنات ان شاء الله في وصفه اخرى. دمتم في رعايه الله البنات، مع السلامه.